يتكا وكيقول لك هذا الجيل الجديد معوج. انا وانت اللي عوجناه، لانه احنا يعني من قبل الجيل السابق والذي بعده كان كيعرف شي حاجه سميتها عيب، وكان كيعرف بانه المنكر سميتو منكر والمعروف معروف، فإلا بغى يتصرف واحد التصرف قبيح كيضرق على والديه. ماشي ما غاديش يغلط، غادي يغلط، وما خلق الله بنادم غير باش يغلط، ولكن ملي كيغلط كيعرف راسو غلط، وملي كيبغي يرتكب الفاحشه او بعض الاخلاق المشينه كيمشي يضرق. اما لما الابناء يجاهرون بالمعصيه وقدام والديهم، فمعنى ذلك اذن انك تقر ابناءك على خلع ستر الحياء. انت كتشوف الابناء ديالك انحلت الاخلاق ديالهم ومهني مع راسك، اذن الذوق ديالك الديني مشى، فقد تاثرت انت ايضا بثقافه اليهود والنصارى. وفعلا الوضع ديال الاسره المسلمه في اوروبا وضع خطير، لان اول شيء كيتهرس لها في الدماغ معاني ديال الحياه. اول حاجه كتهرس في الدماغ ديال الاسره المسلمه في اوروبا المعاني ديال الحياء والقيم ديال الاخلاق، لان ماشي سهل. الثقافه ديال المجتمع كتكون مغوله وكتصب على الاسره اللي هي اقليه وضعيفه، كتصب عليها من كل مكان، من اجهزه الاعلام، من برامج التربيه، من الشارع، من المجتمع، من الحانوت، من كل الجهات. كتبقى جهه وحده هي ديالك انت، ديالك مفتوحه، انت ما حاضيش جهتك، والجهات كلها تحارب الثقافه ديالك وديال الوالدين ديالك، فيدمرون الحياء في الابناء والبنات. مع الاسف لما كيتفقد الستر ديال الحياء صعب جدا انك ترجعه، صعب، لان الباب اللي تهرس ما هي يوم ما باش تردوا الى اصله، كيدخل منه البلاء كله. ولذلك راه كيبقى المؤمن والاسره المسلمه بخير ما دام ان قيم الحياء والاخلاق مستمره فيها. واخا يغلطوا على الاجيال اللي كانت ما كانوش كيغلطوا، معروف الفظائع والمنكرات كانت موجوده في المجتمع، ماشي عاد دابا كتكون، ولكن كان الناس يتسترون بالمنكر، اللي بغى يدير شي فضيحه كيمشي يستر راسه، وهذه ايجابيه ومهمه. لكن حينما يتبجح الناس بالمنكر ويعلنون به في الطرقات والشوارع، معنى ذلك انهم ما بقاوش كيامنوا به. ها المشكل فين كاين؟ ما بقاوش كيامنوا بان هذا سميتو منكر، ولا سميتو موضه، ولا سميتو حضاره، ولا سميتو تقدم. هذا خطر، دمر الثقافه اذا الدينيه في ذهن الانسان، وصعاب بواحد الشكل كبير ترجعوا للاصول ديالو. ولهذا الاب ما غادي يخسر والو لما يبدا يعلم الطفل ديالو من البدايه بان هذه يا ولدي، هذه يا ولدي عيب ما كنديروهاش، هذه يا بنتي عيب ما كنقولوهاش. ولكن الاب منسحب انسحاب كلي، غايب غياب تام من الاسره ديالو. اذا ما كانش هو كيشجع ديك الخروقات وكيمارسها هو على مرعى ومسمع من ابنائه وبناته، اذا انتهى. ماذا ترجى بعد ذلك؟ وماذا ترجو بعد ذلك من الخير لمثل هذه الأسرة؟ هاد ثلاثة العناصر أيها المؤمنين. الأسرة المسلمة في المغرب وخارج المغرب، إنما طبعا اللي برا عندهم مشكل أكبر، العربية، القرآن الكريم، أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام وعلى رأسها الحياء. هاد ثلاثة الأصول ما يفرطش فيهم بنادم ولو يكونش يكون. فوجب إذن أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا، لأن لما كتحافظ على الحياة راك حافظت على الدين كامل. لما تحافظ على القرآن راك ضمنت له المصدر باش يعبد الله ولو كان فاسقا، واخا يكون فاسق يشرب الخمر ويزني ويفعل المنكرات كلها، ولكن كيعرف يقرأ القرآن بإذن الله، نهار يقدر الله يرجع كيلقى الرجوع سهل وعنده الإمكان. والقرآن ماشي سهل، فايت قاري القرآن وعنده علاقة به، راه القرآن بحال مطرقة نار ويدق له في الدماغ. فإذا كان يشرب الخمر أو يزني في القرار ديال القلب ديالو راه ما راضيش على نفسه، وهذه ظاهرة جيدة. أما ما كيعرفش القرآن، ما كيعرفوش، ما كيعرفش الله، لأن القرآن هو كتاب الله وكلام الله. كيفاش بغيتو يرجع؟ واللغة هي القناة، هي هذاك الدواز ديال الخير وديال الشر. لما كتضمن له الحد الكافي من العربية الفصحى، الحد الكافي باش يقرأ القرآن، وتضمن له اللغة ديالو البلدية الشعبية اللي هي العامية ديالو، فالواجب ديالك راك درتو ديك الساعة. الواجب ديالك كأب وكأم راك درتو، لكن انت ما بدلتش أي مجهود باش تنقذوا من الغرق في اللغات الأخرى، وما بدلتش أي مجهود باش تعلموا واخا غير سورة الفاتحة، وما بدلت أي مجهود باش تقول له هذه
أولدي هذه عيب وهذه مزيانة، لم تبذل مجهودا في ذلك كله، فعليك الوزر في كل جريمة اقترفها ابنك أو في كل فساد جرته ابنتك. عندك حقك بال100%، ماشي ب50%، بال100%. نسأل الله العافية لنا ولكم. نعود إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد قبل: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه، وسند الفعل لفاعل الأبوين، يعني الأبوان هما الفاعل، فأبواه هو الفاعل اللي غادي يفعل هذه الفعلة ديال تحريف وتفسيق الأبناء عن جادة الصواب. ولذلك أقول بالنسبة للآباء واجب في المرحلة ديال الطفولة الأولى بشكل خاص، يعني المرحلة ديال الروض قبل ما يدير 6 سنين، والمرحلة ديال التعليم الابتدائي. هذه المرحلة راه حاسمة في شخصية الإنسان، شحال من واحد كيستهان بها وكتجيه يعني زايد ناقص، خطيرة جدا، بل هي أخطر المراحل على الإطلاق، ومعروف في النفس وفي علم النفس.